السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد من ايامنا في رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة البسبوسة العادية خالص بمقادير سهلة وبسيطة، وهتطلع معاكي مظبوطة، وزي ما انت شايفة كده هتطلع معاكي بسبوسة طرية وناعمة ومرملة وبمقادير مظبوطة على الشعرة. استخدمي المقادير اللي هقولها لك النهارده، وان شاء الله تعملي احلى بسبوسه وهتبقي استاذه فيها. النهارده هنبتدي مع بعض كده. هنحط في الكسرونه اللي قدامنا دي كوبايه من السكر، وكوبايه من اللبن، وكوبايه الا ربع من السمنه السايحه. تمام كده. كل دول هنحطهم مع بعض، وهنحط كمان معاهم شويه من الفانيليا السايله او كيس من الفانيليا العاديه. دي كده كوبايه الا ربع السمنه. حابة تستخدمي سمنة عادية تمام، حابة سمنة بلدي طبعا يكون افضل. اللي انا حطاها النهاردة دي سمنة بلدي. والحلويات الشرقية كلها عامة لما بتتعمل بالسمنة البلدي بتوديكي وبتودي الطعم في حتة تانية خالص. هنضيف كمان معلقة من عسل الجلوكوز، وهنرفع الكلام ده كله على النار لحد ما السكر بس يسيح والمكونات تختلط مع بعضها. انا مش عايزاه ولا يغلي ولا يسخن جامد، مجرد ما هندفي المكونات دي بس على البوتاجاز وبس وخلاص. فحطيتهم كده على البوتاجاز، وهبتدي احضر الشربات بتاع البسبوسة. الشربات بيكون خفيف وسخن. عندي كوباية ونص من السكر وكوباية ونص من المية، معاهم عصرة نص ليمونة، وهرفعهم على النار يا دوب هيغلوا غلوتين. وهروح ضايفة عليهم سواء كيس فانيليا بودر، او نص معلقة من الفانيليا السايلة اللي يريحك. بس هو ده شربات البسبوسة، بيكون سخن والبسبوسة كمان بتكون سخنة. فهرفعهم على النار دلوقتي، وهبتدي ان انا اشتغل في البسبوسة بتاعتي. لانه على ما انا عندي الفرن لما بشغله النار من فوق بتبقى هادية شوية، فعلى ما يغلي والبسبوسة تكون استوت في الفرن يكون الشربات كمان من فوق جهز معايا. دلوقتي المكونات اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي كوبايه السكر وكوبايه اللبن وكوبايه الا ربع من السمنه ومعلقه عسل الجلوكوز، حطيتهم زي ما قلت لكم يبقوا دافيين. اوعوا تحطوهم سخنين على سميد البسبوسه، ده نص كيلو من السميد علشان ما تنشفش معاكي البسبوسه. تمام. اللي انا بقولك عليه ده يعني خدي بالك من التكات اللي بقولك عليها علشان تطلع معاكي بسبوسه ناجحه معاكي لو انت حتى اول مره هتعمليها. والمقادير دي اكتبيها عندك في كراسه، اكتبيها عندك في ورقه، واعتمديها ان شاء الله. عمرها ما هتبوظ منك البسبوسه ابدا، ولا هتنشف، ولا هتقولي دي مش بتشرب الشربات. وهتشوف ازاي البسبوسه بتاعتنا النهارده بتشرب الشربات بمنتهى السهوله، وده علامة من علامات نجاح البسبوسة. كمان التكة التانية، ما تقلبيش جامد في سميد البسبوسة. يا دوب انت بتقلبي المكونات السايلة في المكونات الجافة لحد ما تتوهيها بس. يعني ان انت ما تلاقيش قدامك دي البسبوسة في حاجة ناشفة. بس زي ما انت شايفة كده تقليب بسيط من فوق لتحت. وتبقي حذرة، لان سميد البسبوسة لو قلبتي فيه شوية زيادة البسبوسة بتنشف معاكي وتعضم، وبرده ما ترضاش تشرب الشربات بتاعها. خلاص كده. المقادير دي اللي هي نص كيلو سميد بتعمل صينية مقاس 30. حطيت فيها معلقة من السمنة البلدي، وهبتدي ادهنها بالفرشة كويس جدا، قاع الصينية والحواف بتاعتها كمان. وهنزل فيها البسبوسة. طبعا بكون مشغلة الفرن من قبل ما اشتغل في البسبوسة عشان يكون محقق لي درجة الحرارة. درجة الحرارة بكون ظبطها على 180، وبسيبه زي ما قلت لكم يسخن على ما اخلص تحضير البسبوسة بيكون هو حقق درجة الحرارة. بتحطيها على الشبكة في النص، وبتسيبيها لحد ما بتاخد لون من فوق ومن تحت. لو حسيتي ان هي خدت لون كفاية من تحت واللون من فوق لسه يعني بدري، فشغلي عليها الشواية دقيقة ولا حاجة، هتلاقيها خدت اللون معاكي وبقت زي الفل. زي ما انت شايفة كده بنزل كل المكونات اللي في البولة، علشان المكونات دي على قد مقاس الصينية اللي انا عاملاها. خلاص كده. بهزها هزتين، ودلوقتي هحط الفوطة برضو على الرخامة علشان اخبطها خبطتين كده تتساوى من غير ما احط ايدي ولا حاجة. تمام. عشان بس الرخامة زي ما انتم شايفين كده بخبطها تخبطتين. والنهاردة هزينها بفول سوداني. حابة تحطي عين جمل، لوز، بندق، اللي متوفر عندك زيني بيه. بس انا النهاردة هحط عليها سوداني.
وزي ما انتوا شايفين كده بحاول ان انا احط السوداني يعني بشكل متباعد عن بعضه، بحيث ان كل قطعة اجي اقطعها يكون فيها واحدة من السوداني. حابة تحط كريز كمان برضو بتبقى حلوة وجميلة جدا. تمام كده. فهخلص بقى رص السوداني فيها واروح مدخلاها على الفرن. زي ما قلت لكم البسبوسة عمايلها سهلة جدا. لو وصلت معايا هنا من الفيديو هتنسي تحطي لايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة. بس انتي يعني اتبعي الخطوات اللي قلتلك عليها، المقادير بالتكات، ان انتي ما تقلبيش في السميد كتير. اللهم صل على سيدنا محمد. ما تدفيش المكونات على البوتاجاز او تخليها سخنة وتحطيها على السميد. لو عملتي الحاجات دي ان شاء الله البسبوسة هتطلع معاكي دايبة وناعمة جدا ومرملة وطعمها تحفة جدا. خلاص. دلوقتي كانت البسبوسة طلعت من الفرن، وكمان الشربات بتاعي كان خلاص غلي. هو الشربات سخن والبسبوسة كمان سخنة. شايفين انا بنزل الشربات على البسبوسة بتمتصه كأن ارض عطشانة وانت بتسقيها. يعني انت بتنزلي الشربات وهي بتمتصه خالص. شايفة؟ ده علامة من علامات نجاح البسبوسة، ان انت اول ما تحطي الشربات كده البسبوسة تمتصه خالص، ما يفضلش واقف عليها وهي ما بتشربوش. اهو المقدار كله اللي هو الكوبايه ونص سكر والكوبايه ونص ميه بتوع الشربات، حطيهم كلهم وما تخافيش، هي البسبوسه هتشربهم. وده المقدار المظبوط بتاع النص كيلو سميد. خلاص كده. زي ما انتوا شايفين كل مدى ما هي عماله تاخد كفايتها من الشربات وتشرب. شايفين؟ وما يبقاش فيه اي شربات من فوق الوش. انا ما قطعتش الفيديو، عماله بلف لكم في الصينيه. كل شويه عماله ما بيبقاش فيه شربات خالص، والبسبوسه بتمتصه. ليه؟ لان احنا حطينا مقادير مظبوطه. كمان التكنيك بتاع التحضير كان مظبوط، ما افتكسناش، ما قلبناش كتير في السميد. اهو شايفين كل مدى ما البسبوسه من الوسط هي بتمتص السميد، وشويه صغيرين اللي فاضلين برضو هتشربهم. بعد كده بعد ما خلاص بحس ان هي شربت الشربات بتاعها، بروح مغطياها وهي سخنه. شايفين انا بدوس لكم عليها طبعا طريه جدا وشاربه الشربات بتاعها وزي الفل. هغطيها دلوقتي بصينيه وهي لسه سخنه كده. شايفينها كده خلاص كده امتصت كل الشربات اللي انا سقيته لها. المقدار بتاع الشربات مظبوط جدا على النص كيلو سميد. هجيب زي ما قلت لكم صينيه وهكفيها عليها، هغطيها بيها وهي سخنه لحد ما تبرد خالص. وبعدين هبتدي اقطعها لما تبرد خالص. ليه بقى؟ لان البسبوسه لو اتقطعت وهي سخنه بتبقى طبعا مفرولة معاكي كده وما بتبقاش بتطلع القطعة كاملة. انا كنت عاملاها طبعا قبل الفطار، سبتها لغاية لما فطرنا، كانت بردت خالص، فيها شوية دفاوة بساط خالص بس كانت بردت. دلوقتي بقى شوفوا القطعة طالعة على بعضها، مش متهرولة ولا متفتفتة ولا اي حاجة. البسبوسة حلاوتها لما تسيبيها تبرد خالص، يعني لما تسيبيها لما تاخد راحتها كده وتبرد بتديكي طعم احلى كمان من وهي سخنة. شايفة دلوقتي كده لما بقسمها او يعني بهرسها بالمعلقة طرية خالص معايا من جوه، وتلاقيها مرملة وناعمة كده في بقك، جميلة. وفي نفس الوقت انت لما تقطعي القطعة او الخرطة من الصينية هتلاقيها طلعت معاكي كده